اخر اخبار النادي الاهلي يا جماعه اكسكلوسيف، طبعا اتعودتوا مع ميرو ده كده مش هتلاقوا الاخبار دي غير عندي، اسمعوا مني جماعه. النهارده معانا 8 اخبار. اوكي، هنبدا مش احسن حاجه الوحش، وهننهي بالحلو عشان انتوا عارفين ختامها مسك. ده مبدئيا كده جماعه. اول حاجه نبدا بيها، الاعلام سيف زاهر طلع قال ايه؟ قال بالنسبه لي دي كارثه، يعني دي كارثه من كوارث النادي الاهلي. ان امام عاشور جاي له عرض كبير قوي، يعني لا يستوعبه العقل، من الدوري الامريكي. فالرحمه رفقا بنا، يعني والله العظيم كتير، يعني الرحمه، يعني الفرقه اللي في امريكا دي خلاص. هو انتوا مش شايفين غير النادي الاهلي؟ يعني انتوا خدتوا وسام وعايزين كمان امام عاشور 2 ليه؟ يعني والله العظيم ما فيش فرقه غير الاهلي. طبعا يا جماعه انا شايفه ان ده حاجه لا يستوعبها، يعني بقول لك رقم كبير قوي، كبير جدا، يعني اللي هو ما حدش يستوعبه. بس انا شايفه انه حرام. وعلى فكره ان اللاعب اصلا كده مش هيقدر يرحل الا لما النادي يوافق، لان كده امام عاشور يا جماعه عقده مستمر مع النادي الاهلي، تمام؟ فكده وانا شايفه الاهلي مش هيبيعه. يعني يا جماعه احنا مش هنعرف نفقد، احنا فقدنا وسام شئنا ام ابينا، هو لعيب حلو قوي، لعيب حريف. فاحنا يعني وسام ماشي، فخلاص بقى احنا مش هينفع امام عاشور. وامام عاشور على فكره بيحب الاهلي. وسام كان بالنسبه لي يعني كان بيعمل لنا احنا اللي هو ايه، احتراف وكده، يعني فاهم؟ انا لعيبه، يعني انا فرقه قعدت عليه مبلغ وخلاص، فلوس، فراح برضو ليه فلوس. لكن امام عاشور بيحب النادي الاهلي، فانا شايفه ان امام عاشور مش هيرحل، والنادي مش هيبيعه، وهما الاثنين يعني مش هيبقوا عايزين يمشوا. فانا نفسي بقى ايه، يشيلونا من دماغهم، يعني الدوري الامريكي ده وفرق امريكا دي يشيلونا من دماغهم كتير، والله الرحمه يعني. تاني خبر معانا يا جماعه النهارده، احنا قلنا هنبدا بايه؟ وحش فحلو. تاني خبر معانا النهارده، طبعا تاني خبر اللي هو مش احسن حاجه خالص، اصابات الفريق. جماعه احنا عندنا كميه اصابات، اقسم بالله احنا خدنا عين، والله العظيم. عارفين عين مين بقى؟ احنا عارفين احنا لعبنا مين عين وحشه، يعني والله العظيم خدنا عين. كميه اصابات في الفريق عندنا، في يا جماعه في ايه؟ انا مش عارفه احنا بنلعب بمين اصلا. جماعه هنبدا طبعا بالشناوي. الشناوي طلع عنده شد في يعني ايه، شد من الدرجه الثانيه في العضله الضمه، فيغيب شويه حلوين، حلو. فكده مش هيسافر، احنا عندنا ماتش يا جماعه، تمام؟ فاحنا مسافرين. فيستروب يعني استقر ان هياخد شوبير وسيحه، والشناوي طبعا هيكمل علاجه هنا. انا نفسي العين تخف علينا، والله العظيم بقول لكم النهارده جايه لكم كميه اصابات، يعني والله مقبض. انا نفسي وانا يعني براجع الاخبار كتيره، يعني كتيره، تو ماتش يا جماعه. تاني خبر معانا النهارده يا جماعه برضو اصابه، يعني والله العظيم احمد عبد القادر تاني اصابه معانا، مزق جزئي في العضله الخلفيه، تاني لعيب معانا هيتصاب. تو ماتش والله العظيم. النهارده ندب بس، يعني اصابات بقول لكم النهارده. خلي بالكم ده مش تاني خبر، يعني كل الاصابات دي تحت بند تاني خبر. احنا اقسم بالله عندنا 8 اخبار، يعني احنا بعد ما نخلص اصابات هنخش على 3 خبر. عندنا النهارده اخبار كتيره قوي والله العظيم. فمزق جزئي بس برضه هيغيب، يعني عنده مزق فمش عارف يلعب. تالت خبر معانا النهارده، يعني خش بقى على التالت عشان نجيب الكوارث كلها. شكري، محمد شكري، والله عارفين، والله جاي لكم انا والله استحي، عنده شد من الدرجه الاولى والله العظيم في السمانه. تو ماتش يا جماعه، هفضل اقول تو ماتش النهارده في الاصابات. الخبر معانا الرابع يا جماعه، دي بقى حاجه خضتني كمان انا شخصيا. من امبارح او اول، مصطفى العش يا جماعه كان في التدريبات اصلا، جاله ارتجاج، وقع على دماغه تقريبا، اتنقل للمستشفى. فضل في المستشفى عشان يراقبوا الحاله الصحيه، اللي هو اللي هنا خط في هنا مفيش معلش بقى، يعني فاهمين؟ ففضل في المستشفى، خرج من المستشفى الحمد لله، بس هيفضل لسه برضو يعني تحت الرعايه، يعني فاهمين؟ اللي هم هيتابعوه لسه، لان الخبط في الدماغ يا جماعه مش احسن حاجه، ممكن يكون قدر الله في حاجه واحنا مش عارفين، فاهمين؟ فلسه هيبقى تحت العنايه شويه، يعني كل شويه يروح يعمل تحاليل وكده. فالف سلامه على مصطفى العش يا جماعه، والف سلامه على الفريق كله اللي هو كله مصاب. مش عارفه والله، عين والله العظيم. عارفين عين يا جماعه، عين حد وحشه لعبناه، عين وحشه، هو عارف نفسه والله العظيم. النهارده اول ما قريت الاصابات قلت دي عين وحياة ربنا جماعه كتير، تو ماتش. يعني في بقى في الاخر الاصابات معانا حسين الشحات، الحمد لله ولله الحمد، في لعيب الحمد لله خف اخيرا، وهيبدا يرجع التدريبات الجماعيه تدريجيا، ده الحمد لله لعيب اخيرا خف. احنا عندنا 4 غيره يعني، بس فخفوا عندنا شويه الحمد لله اخيرا يا جماعه. بجد حسين شحات هيرجع للتدريبات الجماعيه اخيرا تدريجيا، ودي حاجه مبشره الحمد لله. فخلاص يعني الحمد لله هو خف، الحمد لله الاصابات خلصت. نخش بقى على ايه؟ على 3 خبر معانا الحمد لله. تالت خبر معانا يا جماعه عيب، بعنوان عيب والله، عيب اللي بيحصل ده. خناقه بين وليد صلاح الدين واحمد عبد القادر.
انا شايفه انها عيب، يعني عيب درجه اولى، يعني عارفين شد من الدرجه الاولى، عيب درجه اولى. احمد عبد القادر اتخانق مع وليد صلاح الدين وساب فرع النادي بالجزيره. والله، ومشي وما حضرش تدريبات. ليه بقى؟ علشان الاستاذ كان محضر خلاص هيجوز، يعني الف مبروك وكل حاجه. انا عارفه ان انت كنت محضر ليه جوازك يعني ومحدد الميعاد، ودي حاجه مش احسن حاجه قبل ما يحصل، يبقى عارفين ميعاد الماتشات والبطولات يعني والبطولات اللي عندنا وكده. بس خلاص انت دلوقتي احنا اتحطينا في موقف مش احسن حاجه. اوكي، موقف مش كويس، ماشي، احنا اتحطينا في وقت بطولات، عندنا ماتشات مهمه، فقال لك اجل الماتش، يا اجل يا رب الجواز. ايه بقى؟ ايه؟ فاللي هو لا، طب يا حبيبي ما انت هتعمل فرحك والمفروض اللعيبه هتجيلك يا بابا، دول صحابك وزمايلك المفروض هيجولك، هم عندهم ماتش يا حبيبي والمفروض يركزوا زي ما انت برضو المفروض تكون مركز في اصابتك ومركز ان انت ترجع احسن، يعني فاهم؟ يعني في حاجه اسمها اهم في المهم يا جماعه. حلو، فقال له لا وما عجبوش الكلام، راح ما عجبوش، خرج، ساب النادي، ساب كل حاجه ومشي النادي والتمرين وكله ومشي. فطبعا وليد صلاح الدين زعل وده حقه، لان يا جماعه في حاجه اسمها احترام، والله العظيم من غير اي حاجه احترام الكبير ده، من غير كده، من غير سيبك من الماتش واي حاجه، احترام الكبير. زعل من طريقته وزعل من اللي حصل ومشي. تمام، هو مشي فزعل، فقال لك انا هبلغ الخطيب، اللي هو انا مستعمل اللي حصل، انا زعلان وهبلغ الخطيب. انا شايفه احمد قادر غلطان، يعني دي اصلا ده مش اخلاقنا ومش لعيبتنا اللي بتعمل كده، فعيب يا عبد القادر، عيب. انا بصراحه انا عيب، ده مش اخلاقنا ومش طريقتنا اصلا في الكلام، وما بنعملش كده، احنا اصلا يعني احنا كلاعبتنا ما بنعملش كده، يعني احنا انت حتى بنوصل الموضوع لكده، انا شايفه انه غلط وعيب. فاكيد فانا متعشمه ان هم هيتصالحوا قريب وهيعتذروا وكده والدنيا ان شاء الله تتحسن وكده، بس انا شايفه ان هو من الاول غلط يا جماعه، احنا حقانيين بجد وما ما بنقبلش بالغلط، حتى الناس الكبيره عندنا في السن ما ينفعش نغلط فيهم، والنبي حتى الاكبر مني بسنه عيب. فده مش كانت طريقتنا، كانت طريقه الناس التانيه، يعني احنا مش عارفه احنا من امتى بنوصل للليفل ده. ما علينا. هنخش بقى على الخبر الايه، الخبر التاني، الخبر يا ربي احنا داخلين على الخبر الرابع، الخبر الرابع معانا خبر وحش برضه، بقول لكم مستحيه النهارده اخبار وحشه والله. هنختم بالحلو ان شاء الله. هانت جماعه، نفذت تذاكر مباراه الاهلي والجيش الملكي على اللي هو في المغرب، اتنفذت، بس طبعا اكيد ما نفذتش مننا، اقسم بالله نفذت اكيد من المغرب، من الجيش الملكي، اللعيبه يعني الجماهير بتاعته. احنا يا جماعه نلعب تحت ضغط الجماهير، فلازم اللعيبه يكون عندها بقى ايه، صبر، ومفيش حد يعصبنا، لان الحكم ممكن يتاثر بضغط الجماهير، يعني والله العظيم جماعه انا شايفه ان احنا لازم نكون عندنا صبر وطولة بال، ونعمل نفسنا مش سامعين، لان دي مش سهله. انت هتلعب وبقولك ساعه البتاع خدوا ساعه كامله 20000، ف20000 انت تلعب ضغطات 20000 وما عندكش جماهير، فهي حاجه صعبه جدا جدا جدا، والله يكون في عون اللعيبه والله العظيم. بس لازم يكون عندي بقى ايه، طول بالي لاقصى درجه، واعمل نفسي مش سامع. عارفين اللي هو المباراه دي انزل لا مش هقول لك لا اقرا عشان انت بتلعب، بس لا اسمع، لا اتكلم، يعني خلاص، يعني مهما يستفزوك خليك طويل البال، بس لا اسمع لا اتكلم، يعني فاهمين؟ وان شاء الله تعدي على خير ونكسب، لان فعلا هتبقى صعبه قوي الساعه الكامله دي، واحنا ما عندناش جماهير هناك، فربنا يستر، وان شاء الله اللعيبه ربنا يوفقها، والاهلي كده متعود يلعب تحت ضغط، فان شاء الله المكسب لينا. اتمنى بجد ان نكسب ان شاء الله الماتش دوت ونعدي على خير، لان الماتش تحت ضغط كبير قوي. الخبر الخامس معانا، بدانا والله العظيم نوصل لحاجات ايجابيه بقى، والله خليكم معايا، فاضل خلاص 5 6 7 8 بس. 5 معانا يا جماعه اليو ديانج، احنا عارفين ان جاي له اوفرات كتيره قوي ولغايه دلوقتي ما وافقش على الارض بتاعنا، فالاهلي حدد $1 مليون لو هو مش هيمضي معانا وعايز يمشي في يناير، لان هو عرضه هيخلص في شهر 6، فنبقى استفدنا حتى $1 مليون لو انت كده تمشي وتسيبنا، يعني عشان في ناس بيقولوا لي هو يحق له يمضي في يناير، يحق له يمضي بس مش هيحق له يمشي، هيمشي في شهر 6 يا جماعه. فاحنا الاهلي حدد $1 مليون اهو، يبقى اقل استفاده من اليو ديانج. انت لو مش هتمضي معانا ادفع $1 مليون وامشي يا معلم، خلاص مش عايزينك كده، انت مش عايزنا امشي، فاهمين؟ مش هنمسك فيك، يعني انت حر. الخبر السادس معانا اهو، ده خبر مش وحش، يعني مش هو مش حلو قوي برده ان ديانج هيمشي، لو بس يا جماعه لسه مش عارفين هيمشي ولا لا، لو هيمشي هيبقى كذا $1 مليون، نكسب اقل حاجه، يعني فاهمين؟ الخبر معانا السادس بدا يحلو والله، اصبروا بقى الحلو جاي. السادس يا جماعه، طمنك التمرين بتاعنا في ملعب التتش لملعب مدينه نصر. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم بسبب الصيانه، في هناك اعمال صيانه وحاجات كده كتير، فمش هينفع نتمرن، نقلوه مدينه نصر، بس بصراحه يستروب راح قبل ما نروح نتمرن هناك، يروحوا اللعيبه يتمرنوا